يا صباح الخير وجمعة مباركة عليكم يا رب. النهاردة بقى الجمعة، اهم حاجة ان احنا متفقين في روتين يوم الخميس ان احنا بنبقى مخلصين البيت وكل حاجة يوم الخميس، علشان يا دوبك الجمعة كده نقوم رايقين نقرا جزء من سورة الكهف، او لو ربنا قدرنا ونقراها كلها. وكمان حضرت فطار بسيط وسريع جدا جدا، كان سندوتشات كده. محبتش اطول عليكم واصوره علشان النهاردة هنعمل اكلة سمك. بخرت طبعا، بس رجعت بخرت تاني بعد السمك، علشان طبعا السمك بيبقى عامل ريحة مش حلوة في البيت وكده. تعالوا بقى اقول لكم على طريقة حلوة جدا جدا لشوي السمك في البيت. عملت ده اسمه سمك شخورة، بالاسكندراني يعني اسمه كده. هو ليه اسم تاني اكيد في القاهرة وفي المدن التانية، بس احنا عندنا في اسكندرية بنسميه شخورة. بصوا، هو ده مش بيتفتح عامة. اصلا السمك الاسكندراني في الاول يعني كنا بنجيبه من عند راجل كده مش مفتوح، لان بطنه المفروض بتكون نظيفة وكده. والسمك الشخورة ده بطنه بتبقى نظيفة جدا جدا، فاحنا مش بنفتحه. والبوري كمان لما بيكون سمين كده مش بنفتحه، بنحطه في الرد على طول وبدخله فرن البوتاجاز او فرن الكهرباء. المهم ان انتوا تدخلوه الفرن و10 دقايق كده وتقلبوه على الناحية التانية، او ربع ساعة. يعني اول ما تلاقيه لون معاكي من تحت بتقلبيه الناحية التانية وخلاص على كده. حطيت بقى البتنجان يتشوى عشان اعمل بابا غنوج، وحطيت مية الرز. وهنا هعمل رز ابيض عادي عشان ده سمك مشوي. وكمان هعمل معاكم الكابوريا. بصوا، تنظيف الكابوريا بتتشطف بس، والجزء اللي انا كنت بفتحه لكم ده بس بيتنضف. وطريقتها سهله وبسيطه جدا جدا. بعد ما بنغسلها وبنصفيها، بنجيب حله ونقطع فيها بقى بصلايه كده. قطعيها كبيره صغيره براحتك خالص، انا قطعتها متوسطه. وكمان نزلت عليها بالكابوريا، ونزلت عليها بطماطمايه صغيره. وابتدي ان انا اهز الحله. وخلي بالك الكابوريا ما تعملهاش ابدا في حله جرانيت ولا تيفال، علشان ما تخربشلكيش الحله. اعمليها في ألمونيا او ستانلس، لان طبعا الرجول بتاعتها والحاجات دي بتبوظ الحلل جدا. فدايما اعمليها في حله ستانلس او يعني اي حاجه تكون زي الستانلس كده. حطيت عليها شويه ميه صغيرين والتوابل ملح وكمون وشويه شطه صغيرين قوي، وخلاص على كده. بتاخد كتير قوي قوي ربع ساعه على النار وتطفي عليها. هنا البتنجان بقى كان خلاص استوى. بفتحه كده واسيبه يطلع كل البخار اللي فيه، وبعدين ابتدي ان انا اطلع اللحم اللي فيه من جوه كده واهرسه. تمام، يعني طريقه البابا غنوج سهله قوي قوي وبسيطه، وبس بيكون طعمها حلو جدا جدا مع السمك المشوي او اي سمك عموما بيحب السلطات. فاعملوا بقى جنبه بابا غنوج، سلطه خضراء، سلطه طحينه، يعني الحاجات دي. النهارده بقى انا هعمل معايا سلطه بابا غنوج وسلطه خضراء. طلعت قلب البتنجان كده كله، وحرمي طبعا القشر، وهبتدي ان انا اهرس البتنجان كويس جدا جدا. لما بيتشوى كويس هرسه بيكون سهل قوي. حط بقى عليه شويه ملح، شويه كمون، سنه فلفل اسود، كمان شويه كده من الشطه. وكمان طبعا الطحينه دي انا بجيبها خام من فتح الله، حلوه جدا جدا، بتطحن قدامك كده وانتي واقفه. يعني بصوا، معلقه ظبطت الدنيا، معلقه واحده بس خلت البابا غنوج كله تمام يعني. ميزتها ان هي خام فما بتحطيش منها كتير. حطيت بقى سنه ليمون، ممكن كمان تحطوا نص توميه كده مهروسه. انا وانا بهرس التوم لخلطه السمك هحط منها للبابا غنوج. تمام، هنا بقى بهرس التوم بالهراسه، وخلطه السمك دي بتديله طعم حلو قوي، علشان اول ما يطلع من الفرن نحطه على طول في الخلطه. هي دي بقى اللي هتديله الطعم والتتبيل وكل حاجه. ويا ريت لو نسيبه شويه كده بعد ما يتبل يتشرب مع نفسه قبل الغدا، يعني بساعه مثلا. حطيت بقى توم، وحطيت فلفل احمر حامي او بارد براحتك، بس اللي يعني الحامي بيكون احلى طبعا. وشويه ملح بقى، شويه كمون، و طبعا شويه شطه، وشويه كمان من الليمون. ميه سخنه بقى حبه صغيرين قوي، ونقلب نقلب نقلب. وبس كده، هي دي الدقه بتاعه السمك، اللي اول ما السمك هيطلع من الفرن هناخده وهنحطه في الدقه بتاعتنا على طول. بصوا، الطريقه دي في الشوي حلوه جدا جدا، احسن بكتير من تحطيها على البوتاجاز فوق وتقعد تدخن بقى وكده. لا، الفرن يا دوبك هو حطيه تحت خالص، اول ما يلون من تحت اقلبيه الناحيه التانية وخلاص. بعد ما يطلع انا اسفه، بعد ما يطلع هنحطه بقى في التتبيله كويس قوي، نعصر عليه الليمون. وبس كده هنكون خلصنا السمك. وتبتدي تعملي كل الحاجات دي، او يعني كل كميه السمك بتاعك بنفس الطريقه، تحطيه في التتبيله تحاولي كده تلغوصيه كويس قوي قوي في التتبيله، علشان هي اصلا اللي بتديله طعم. والحبه بقى اللي هيفضلوا هرشهم على
السمك وحركنه ساعة كده لحد ايه الغدا، وهعصر ليمون، وممكن كمان لو بتحبوا الليمون اكتر حطوا مع السمك وقت التقديم ليمون، واللي عايز يحط براحته. بعد كده خلاص الكابوريا كانت استوت والرز كان استوى وكله بقى تمام، وغرفنا، وبجد كانت اكله حلوه جدا جدا. جربوها بقى، وعملت طبعا بتنجان اللي هو صلصه فلفل بالصلصه، وكانت اكله حلوه جدا جدا. جربوها بقى بنفس الطريقه وان شاء الله هتعجبكم قوي قوي. تعالوا بقى نشوف القمر دي، بجد تحفه. الموب دي تحفه، احلى من الشرشوبه بكتير جدا. هي فيها جزئين كده او مخرجين، ولما بتحطيها على الارض هي بتلف 180 درجه. اول جزء اللي انا بصوره لكم ده اللي هو الوش، اللي هو بتغسليها فيه، بتحطي مثلا كلوركس الوان وميه، والجزء التاني اللي هو الدراي اللي هو بينشفها تماما. حلوه جدا ويعني وطريقتها سهله جدا، وانضف بكتير من الشرشوبه بجد، يعني على ضمانتي جربوها وهتعجبكم. كمان فيها مخرجين هنا ان انتوا تفضوا الميه، لان الجزئين منفصلين عن بعض، فالجزء اللي بيتنشف والجزء التاني يعني الاتنين منفصلين. هي كان سعرها 225 و25 توصيل، يعني كله 250. سعرها حلو قوي قوي بالنسبه لان هي حلوه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، وان شاء الله هبقى اصورها لكم في روتينات جايه كتير. يا رب يكون عجبكم، اشوفكم فيديو جديد على خير.